سعيدين اليوم متواجد ويانا بهذا الباص وبهذه الأيقونة اللي تحمل كأس النحات الكبير والفنان أحمد البحراني. بهذا الباص راح ننقل كل الأخبار الرياضية والفنية من قبل عدد كبير من الفنيين والرياضيين اللي راح يرافقونا برحلة في هذا الباص في كل محافظة عراقية. كرسالة حب حضرتك توجهها لهذه الأيقونة البصرية؟ مشاركة إخواننا الفنانين والرياضيين والمثقفين ومن كل رموز المجتمع العراقي وزيارات إلى المحافظات أعتقد راح يكون لها وقع كبير، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الرقي والحب اللي يجمع أهلنا في البصرة الفحاء لكل إخوانهم وأبنائهم في كل ربوع العراق العظيم من زاخة حتى الفاو. تأكيد. طيب كابتن، بالنسبة لكل السياح وبالنسبة لكل الرياضيين اللي راح يحضرون من دول الخليج إلى البصرة، تعتقد هنا راح يشوفون كل هذه الأجواء الجميلة؟ تعتقد أنه راح يكون لها ردة فعل جميلة؟ خلال زيارة أشقائنا الخليجيين إلى البصرة لحضور مباراة أعتقد فرصة مناسبة لأنه نعمل لهم تور بهذه السيارات، فلذلك يمكن السيارة الواحدة ما راح تكون كافية. أعتقد من الضروري أنه لو أكو إمكانية أنه يزيد عدد السيارات اللي بهذا الشكل، أعتقد راح يكون وقعها أكبر من هاي. وممكن إحنا ما راح أقول عندنا قطار يمكن يحمل نفس هذه الميزة، ولكن إن كانت أكو إمكانية لهذه السيارة أنه نعمل منها أكثر من سيارة، فبالتأكيد أنه ممكن تكون على الكورنيش قريبا من ملاعب، مناطق توصل منطقة إلى منطقة. نعم. لأن هاي راح تنطي بها رسائل مختلفة. نعرف العراقيين محبين بشكل كبير لكرة القدم، فحدث راح يكون مهم في تاريخ الكرة لأنه البصرة تحتضن أهم حدث وهو خليجي 25. شوفي راح أحكيش بكل أمانة، يعني رغم أنه هذه البطولة راح تجي بعد نهائي كأس عالم في قطر إن شاء الله، اللي يتمنى لهم كل الموفقية والنجاح، واللي أنا أعتقد كل مقومات النجاح هي موجودة في بطولة كأس العالم. وأخواننا وأشقائنا القطريين عملوا خلال سنين يعني اللي نعمل يمكن من الصعوبة أنه أي دولة توصل إلى في هذه الفترة. أعتقد راح تكون صعبة علينا أنه حضور، يعني نتمنى أنه حضور جماهيري يكون بنفس المستوى اللي راح يحضره كأس العالم، لكن أنا واثق أنه أشقائنا الخليجيين اللي هم راح يكونون ملح البطولة بالإضافة إلى جماهيرنا الرياضية في البصرة وفي بقية محافظات العراق، لأن حضورهم إلى البصرة وحضورهم لمشاهدة ومتابعة مباريات المنتخبات الوطنية المشاركة يمكن راح يكون له أثر كبير وتغطية كبيرة على حتى أحداث كثيرة حصلت في كل دول مجلس التعاون. فأنا على يقين أنه يمكن قد تكون البداية من أشقائنا، ولذلك أوجه لهم الدعوة الآن يا أشقائنا في دول مجلس التعاون يا جماهير الرياضية، ندعوكم لزيارة البصرة والقدوم إلى البصرة في هذه البطولة لتشجيع ومؤازرة منتخباتكم، وستلاقون الجماهير أو إخوانكم في البصرة الفيحاء بانتظاركم وعلى أحر من الجمر، واستقبالكم أفضل استقبال، وراح اللي تشوفوه هنا ما راح تتوقعوه. وانسوا ما يقال بالإعلام وما يطلع أحيانا، لأن هذه ليست الحقيقة. الحقيقة عندما تأتي لنا وأنت ترجع راح تنطي الصورة الحقيقية عن البصرة وعن العراق بشكل عام. بالفعل كابتن، وكونه في باص الخليج، هذا الباص راح ينقل هذه الرسالة من بغداد وبقية المحافظات، خصوصا من البصرة إلى بقية المحافظات. الآن عليكم بالفنانين اللي في دول مجلس التعاون، عليكم بالرياضيين، عليكم بالرموز الثقافية اللي إلها يعني تأثير كبير على الشوارع في كل الأقطار الخليجية. أعتقد علينا أنه إحنا راح ندعي الجميع، ولكن أيضا أنتم لازم تساهمون بدعوتهم من خلال أيضا التوجه إلى يمكن قناة الكاس نقلت هذا الحدث. بالتأكيد اهتمام قناة الكاس راح ينطي حافز كبير لكل هذه الرموز إن كانت فنية إن كانت رياضية لزيارة البصرة، وبالتالي ستوجه الرسالة إلى كل أبناء إخواننا وأهلنا في كل الأقطار الخليجية بزيارة البصرة إن شاء الله.
الخليج يجمعنا.